ولا الانسان يرجع لطريق ربي كيفاش، او الانتخابات قربت والتعيين على بالك لازم يطلب المعونه تاع ما على بالناش شكون. درك نتكلموا شويه نروحوا نشوفوا طراش واش صلاه العيد. واحد يقول لك واش انت صلاه العيد راك تحكي عليها فيها فضيحه تاني صلاه العيد. نشوفوا خويا حنا ما نتبلاو ما نحكموا على النظام الجزائري، ما نديروا احكام مسبقه، نروحوا نشوفوا واش راه يدير النظام الجزائري في صلاه العيد. بسم الله على بركه الله. استووا رحمكم الله. استووا. المهم ان الناس نايضه تصلي. الله اكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. عندي باغي نسقسيكم نتوما الإمام عنده إمام مساعد، عنده إمام أسيستون مساعد الإمام، إمام ولا إمام احتياطي فخر الدكة. أودي فخر الدكة كي كان في السيتي محرز، دوك محرز وما بقاش فخر الدكة. حنا عندنا فخر الدكة في المسجد الأعظم كوبيلوت. واحد قال لي واش هو السائق مساعد كوبيلوت غرفة الفار. وش هو الفكرة؟ ما فهمتش. ما حبرك إجابة ونسهلوا معليش. واحد دخل المترجم سكرتيرة كل واحد يعطينا الاقتراحات تاعو. انا عجبتني تاع كوبيلوت صراحة. كو امام وش لجنة التحكيم قراءة ورش قلت مليح راك عجبني. وش لغة الإشارة هذاك اللي يجيبوه في النصرة يدير وش الرسالة؟ وش ما تخليوناش حتى دبابات العيد دخلتوا فيه تاني، حتى درك المساجد بديتو والو انو. ودرك نجيو نبداوها راكم تعرفوا نبداوها بضحك، شر البلية ما يضحك. درك نوصلوا للجانب الرسمي. هنا الرئيس الإيراني قدس الله سره وهنايا الإمام جوست كوتي. واش حنا انتقلنا للمذهب الشيعي وما على بالناش ولا دايما نقول انا وديروا حتى الطريقه الكركريه وما عندي ما دخلني فيش دبابكم. كل واحد والجانب الله. بصح كاين امور رسميه، كاين امور مرتبطه بجوانب حتى تاع دوله، وكاين امور مرتبطه باننا انني سنوات وانا نقول النظام الجزائري مد الشيعي راهو بتشجيع من النظام الجزائري. وشوفوا العلاقات بين راني نسمع في صوت، اذا كاين شي واحد طلع قولوا لنا. شفتوا علاش نضل نحذر انا من العلاقات الايرانيه الجزائريه ولا النظام الجزائري الذي ارتمى في حضن ايران، لدرجه انه لما جاء الرئيس الايراني في زياره الجزائر افتتحوا مكتب وافتتحت تمثيليه للعرايه هذوك اللي يسميو راحهم عرايه تاع جمهوريه الريف في نفس اليوم تاع الزياره هذيك. وتبون قال لك احنا عندنا توافق في وجهات النظر مع ايران في قضيه الصحراء وفي قضايا التي تخص الساحل، وحنا رانا في ازمات مع مالي النيجر والقضيه تاع البطاطيش، واتهامات حتى من الولايات المتحده الامريكيه بانه ايران تمول
إسرائيل البوليساريو، تدعم البوليساريو بالأسلحة. النظام الجزائري أثبت هذا كله. هذه فقط الناس اللي يقول لك اما التطبيع اما يطبعوا مع اسرائيل. نهار طبعت المملكه المغربيه قبلها لما موريتانيا اقامت علاقات في فتره ما، نجلا المنقوش لما التقت مع وزير الخارجيه الاسرائيلي قال لك خطر على المنطقه وتهديد على المنطقه، وايران واش؟ ورانا نشوفوا في اللحظات اللي راني نتكلم فيها ممكن كاينه احتماليه تاع قصف وربما حتى حرب شامله بين ايران واسرائيل، ولو انني استبعد هذا باسكو هم اعز الاصدقاء. هذا يخدم الاخر، كلاهما يخدم مصالح الاخر، والمصلحه تاعهم هي في بقاء الامور متعفنه. بصح انا الخطر عليا في شمال افريقيا، الخطر الحقيقي هو ايران، او على الاقل قول لي باللي الاثنين خطر. ما تقوليش اسرائيل برك خطر. علاش اسرائيل خطر وايران طيور الجنه؟ وش هو الرساله السياسيه لما يجي الرئيس الايراني المسجد الاعظم، هذا مسجد الجزائر، وتصلي على الطريقه الشيعيه ولا الطريقه الخمينيه ولا لا ادري ما هي المزبله هذه اللي راكم تديروا فيها في المساجد؟ يا كاين مذهب مرجعي في الجزائر، مذهب مرجعي طبق المذهب وقص علينا. ما نبداوش نخلطوا في امور. هنا الحديث مره اخرى ماهوش نقاش ديني، هنا راهو نقاش سياسي. المذهب الشيعي هو ايديولوجيه سياسيه خطيره جدا على شمال افريقيا. اداه ايران لتدمير البلدان هو المد الشيعي. هذه هي الحقيقه. احنا نعرفوا في وقت بوتفليقه كانت قضيه الزوي، تبون تاع الزوي وغير ذلك، وعلى بالنا بانه كاين واحد الجانب هكا ما ندخلوش فيه. احنا ماناش على التفرقه، كل واحد حر في الاخر تاعو، ولكن كاين واحد الامور صوريه. اصلا انا شخصيا لما شفتها افتجأت على قلت بن غبريط، امام وكو امام مساعد، غرفه الفار تاع الامام. وحنا من قبل منذ ايام شفنا تاني مع الرئيس الايراني طريقه صلاه على الطريقه الخمينيه. واش انت ترتمي في حضن، ترتمي في انت اللي كتبت امام اورجو، امام في وضعيه التسلل، بعد نبلوكيك. ضحكتني في نص اللايف. كيفاش هادي امام اورجو؟ الله يعيب عليك. بصح اورجو صاحبي مفضوحه القضيه. اورجو كيما ما عنده مشكل في البلاصمون الامام هذاك، كيما بن عياده هذاك وقت اللقطه تاع ايكومبي والحقره. على فكره نفس اللقطه، كاين دائما النظام الجزائري والمنتخب عندهم دائما مشكل تاع البلاصمون. الامام جماعه راهو يجي لقدام ومن بعد الصف الاول ومن بعد، هذا هو التنظيم. بلاصمون تاع امام ما قدروش يديروه قد، لكن بجديه اكبر. هذه تطرح اشكاليات صراحه متعدده. هذه القضيه، هذه الارتماء في الحضن الايراني. وانا نضحك، انا كي نسمع ناس تحكي على اسرائيل يقول لك اسرائيل خطر طبيعي. حتى هي بصراحه الاشكاليه ماهيش مرتبطه بالنظام الجزائري ونصارى، حتى في الجهه الاخرى. مثلا لما نشوفوا الاشقاء في المغرب تلقاه يقول لك لا للتطبيع وحنا راهو خطا وراهو برك هكا. علاش تبرر؟ جارك مطبع مع ايران وانت مطبع مع اسرائيل، خلصت الحكايه. سي اوسي سامبل كو سا، قضيه بسيطه جدا. وانا نضحك تاني اللي يبرر. انا اوكي نتفقوا انا وانت، اسرائيل مجرمين، ايران تاني مجرمين واجرم من اسرائيل. اسرائيل راهم قتلوا 100,000 منذ 1948، ايران راهي قتل الملايين في الحرب مع العراق، ودركا في الدول 4 دول محيطه راهي مستعمرتها. شوفوا واش راهي دير في اليمن، واش راهي دير في سوريا، شوفوا واش راهي دير في لبنان. أين محلت الجمهورية الإسلامية؟ الجمهورية هذه الشيعية أين محلت حل الخراب والدمار معها؟ أين محلت إيران؟
إسرائيل على الأقل دير معها علاقات، تاخذ مصالحك، هي تاخذ مصالحها وقص. إيران أينما تحل يحل الخراب، أينما تحل يحل الدمار، أينما تحل الانقسامات. أينما حلت إيران دمرت الحالة. إيران والخراب كلمتان متلازمتان، هناك تلازم، ومع التلازم الإيراني والخراب هناك التلازم مع المد الشيعي الذي هو الأداة السياسية في صبغة دينية ولكنه أداة سياسية، حبينا ولا كرهنا. أنا عندي إشكاليات كبرى مع الجانب هذا، حتى لما ندخلوا في الجانب تاع الروحانيات. الصراحة قلبو عامر بالإيمان. تبوني يا خويا، قلبو عامر بالإيمان. 4 سنين ما شفناش في المسجد. اللي كتب لي على منحة البطالة ما تخافش، هذيك القصة تاع العقود تاع السيتيا، هذه قصص تخرج قبل الانتخابات، يخرج لك إشاعة ويعطيها واحد الصبغة شوية رسمية تاع انه جماعة منحة البطالة ممكن ينحوا لهم المنحة وغير ذلك. من بعد تخرج لك شي جهة تقول لك بفضل فخامة الرئيس، دركا بفضل الرئيس المعين تبون راهو الغيت هذه ومجرد إشاعات ومنحة البطالة مستمرة وراح نكملوا ندعموا الشباب تاعنا. هذه هي القصة وما فيها. وعاود رجع عندي بعد أيام، هذه هي هذا هو الفيلم، ما فيها لا هك لا هك. كل ما تقرب انتخابات سواء داخليا الخرطي هذا تاع منحة البطالة ومنه يقول لك راحين ينحيوها ما راحين ينحيوها وما راحين ينحيوها ما والو في الفترة القادمة على الأقل. وهي يعني نقولها لك أنا بشكل واضح راهي أكثر شيء يدمر في ما تبقى في الميزانية تاع الجزائر. بلد مثل الجزائر ما تقدرش دير فيه منحة بطالة، ما تقدرش دير فيه منحة ما تكونش عندها مردودية، تمد المنحة هكاك مجانا. حنا عوض أنه نمدو المنحة هذيك كان من المفروض أننا نستقطبوا استثمارات، أننا نخصصوها لبناء مصانع، أننا نخصصوها لتكوين الشباب، عفوا في الويب ديفلوبمنت على سبيل المثال. هذه هي القضية الأساسية. واللي يعني شفت التعليق تاعك شكرا، هي بطبيعة الحال قضية تاع هذا زعما خرجوها ودار لك هذيك الموسيقى الحماسيه. درك نتكلموا عليها على ما اظن كاين وحده يكون الصوت شويه احسن، الصوت للاسف ناقص فيها. هو قال له تبون الشخص هذا اللي دوك نتكلموا عليه، قال له وجد روحك. فكرتني في تاع النظام الجزائري، ما عندهمش نو اوكين ايماجيناسيون، يعني ما عندهمش هكا خيال، عندهم خيال برك في البلاسمون تاع الائمه. بصح كيفاش هذاك اسمو بعد زغماتي هكذا درك تبون قالها بالعربيه وفا بالدارجه على الاقل. روح حتى الاخر. القايد صالح قاهر خارنصة اللي يتكلم بالفرنسية.
تبون بصح مع شخص مختلف، باسكو دركا البنيه باش الناس تفهم. في 2019 لما كان القايد صالح يعطي في هذه التعليمات لزغماتي، كانت التركيبه تاع النظام الجزائري هم القايد صالح والمحيطين به، مدير المخابرات وكتابو عزة وسيني لشخم وغيرهم، اللي درك كلهم راهم في السجن العسكري، وعوضتهم العصابه التقليديه، المجرمين التقليديين اللي كانوا خصوصا مرتبطين بالحرب الأهلية في التسعينات، التي قتل فيها أكثر من 4 مليون جزائري باعتراف الرئيس المعين تبون نفسه مؤخرا. تبون هو فتح النظام بروحه يعني بزوج كلمات، لما قال لك أعطيناهم طريحة في التسعينات، يتكلم على 4 مليون جزائري. دونك تبون مع من راهو يقول له وجد روحك. عبد القادر حداد الملقب بنصر الجن، واحد من المسؤولين على قتل عشرات الاف الجزائريين في التسعينات، اطفالا وصغار ونساء وما شئت. مجازر ارتكبت، ناس اغتصبت، نساء امام ازواجهن، امام ابائهن بشكل طبيعي جدا عند النظام الجزائري. ما حدث في التسعينات من جرائم، يعني 4 مليون، راهم 4 مليون ضحيه، بلا ما نتكلموا اكثر من 20,000 مختطف، بلا ما نتكلموا على المساجين تاع التسعينات اللي الى يومنا هذا مازال اكثر من 200 واحد منهم راهم مرميين في السجون المختلفه بتهم وهي. دونك تبون واش نحكيو مع الامارات؟ يخي راكم تقولوا الامارات دولة عربية شقيقة عندها ممارسات عدائية، واش نقولوا وجد روحك الامارات نتحداو الامارات؟ لا 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 لا، الامارات هذوك اسمهم ما نقدروش نذكروها اخويا. شوكر الامارات، شوكر بلاد الرجال. الامارات ناس خدمت بلادها، ناس وفرت العيش الكريم لابنائها، بلد محترم، بلد راهو يتطور، بلد خرج من التبعيه للريع تاع البترول، بلد صار نموذج في التنوع الاقتصادي، في استقطاب الاستثمارات، في البراغماتيه، سواء في العلاقات الخارجيه سواء داخليا. المهم نهضروا مع الامارات او لا لا لا. مع مالي اللي استدعت الناس سفير ومسحت به الارض، لا. النيجر لا. الكونغو الديمقراطيه لا. هادو كامله مستدعوا السفراء تاع الجزائر ووبخوهم ومسحوا بهم الارض. نقولوا له وجد روحك الشعب الجزائري خويا، شوكر على الشعب. لا الدولة اللي هاك ما نذكروهاش، خلاص خويا اللي كتب لي الدولة اللي هاك ما نذكروهاش. تتبون مسكينة نهار جا راح يهدد، قال لك الدولة اللي هاك ما قدرش يذكر الاسم. تبون عنده يخاف مسكين. داك الغزية اللي يقول لك حنا الجزائر والتحدي، بصح كي يجي باش يذكر اسماء البلدان عنده مشكل، يخاف. الامارات الى حد الساعه مازال ما ذكرتها حتى جهه رسميه الا الاذاعه الوطنيه، لما قالت لك باللي 15 مليون دولار قدمتها الامارات للمغرب باش يتامروا على الجزائر. 15 مليون دولار، 15 مليون دولار القهوه تاع بن زايد. مازلتو برك بويكوت ستاربكس تاع وهران خويا بويكوتيه. دونك كاين واحد المفارقه عجيبه. الامارات ما تذكرش اسمها لانك خوفا تما اسد عليا وعلى الشعب، ومع الامارات نعامه، ومع مالي نعامه، ومع المغرب نعامه، ومع النيجر نعامه، ومع الكونغو نعامه. الشعب بصح قال واش روحك. اي واحد يحب يقرب جهه الانتخابات ولا يخرج في مسيرات يكون سمع تبون قال الكلام هذاك لواحد من المجرمين اللي داروا مجازر في حق الشعب، في حق الشعب المغلوب على امره. الشعب سهل تحقرو كي تكون عندك الدبابه. الشعب ماشي مشكل، بصح مع الجهات الخارجيه ولا مع فرنسا. يا اخي تكلمنا المره الماضيه، كنتوا هنايا ان شاء الله. تكلمنا المرة الماضية على إقامة على مشروع الفرنسي للاستثمار في الأقاليم الجنوبية في المغرب، في مدينة الداخلة، اللي يقول لك النظام الجزائري والبطاطيش يقول لك راهي مستعمرة. علاش ما رديتوش على فرنسا كما نهار مع إسبانيا؟
مع اسبانيا داروا واحد القصه من بعد رجعوا راكعين صغيرين، لكن مع اسبانيا على الاقل درتو هده. روح اهضر مع فرنسا طراش، وراو ماكرون راهو يحضر في الزياره تاعو وزير الخارجيه المغربي، راهو كان في الساعات الاخيره في فرنسا في ليليزي، في ماتينيون عفوا مش في ليليزي. كيفاش ردوا على فرنسا؟ بصح ضد فرنسا ما نهضروش نسكتوا. ضد الشعب وجد روحك، وجد روحك ناصر الجن، ويسميو رواحهم على بالك ناصر الجن ناصر كذا، كيوليو مع فرنسا كوم دي كانيش، ماشي غير مع فرنسا برك، على كل حال مع كل الدول الاخرى. باسكو الجزائر ردوها اضحوك على وزن الله بلا مواقف على قولة اكبر حليف لهم حسبهم اللي هو سيرجي لافروف وزير الخارجيه الروسي. لا وزن الله بلا مواقف مع العالم كامل، مع الشعب شوكر، مع الشعب اللي ما عندوش سلاح، مع الشعب اللي خايف على بلاده، مع الشعب اللي واقف في الطوابير، مع الشعب اللي راهو يموت بالشر، مع الشعب اللي راهو يحرق في قوارب الموت. هادوك نتشكروا عليهم خويا. هادوك ساهلين. مع فرنسا هبط راسكم شي. كانيش هذيك اللي قالوها في وكالة الانباء الرسمية، كانيش مخزني صهيوني، راكم انتوما الكوانيش على ما اظن. عبارة كانيش في الجزائر انا نقدر نستعملها ماشي مشكل. ناس لو كان في بلد اخر تسمع واحد يتكلم في الشان السياسي يقول كلمة كانيش تقول له صاحبي رفع المستوى. في الجزائر لا، وكالة الانباء الرسمية قالت كلمة كانيش، هذا هو النيفو خويا. ما نقدرش كيفاش نحكي على الشأن السياسي في الجزائر وما نستعملش المصطلحات اللي تستعملهم وكالة الانباء الرسمية، مجبر. كينيا تاني اللي كتب لي كينيا، القصة تاع كينيا الصراحة النظام الجزائري ما عندهمش حتى القدرة انهم شكليا انهم يصونوا الشكل. صيانة الشكل هي اسهل حاجة مثلا في العلاقات الدولية انك تقوم بها، حتى لو كان تكون الناس كامل عارفة، بصح على الاقل تصون شوية الشكل، ما تكونش الحالة مفضوحة. واش كاين جديد؟ واش الامور؟ السلام عليكم النظام الجزائري. السلام، واش بكم؟ قال لك وزير الخارجيه راح لكينيا. سبحان الله سبحان الله. هذا شوف، هذا وين كنا نهضروا على كينيا لقيناك رايح لتم. هذه الدقيقه هذه رانا نهضروا على كينيا. وزير الخارجيه الجزائري وين رايح؟ كينيا. علاش كنا نهضروا على كينيا؟ كينيا سحبت الممثل تاعها عند البطاطيش. كينيا في فترة ما كانت تدعم في إطار هذيك دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها والخرطي هذاك. مؤخرا كينيا قاعدين يشوفوا، قال لك فرنسا يتغير في موقفها، إسبانيا تغير في موقفها في قضية الصحراء، قال لك الدعوة البطاطيش عراية. أو الكينيين وفاقوا قال لك احنا وش كان عندهم ممثل. كينيا كان عندها ممثل لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البوليساريو. راحوا الكينيين المخيم الرابوني، لقاو هذوك مساكن هذوك اللي في المخيمات عايشين محتجزين، لقاو البطوش براهيم قال يضرب في المشوي ويبرح بالملاير. بصح قال لك واش نجي هذا واش يجي يستثمر في كينيا؟ كينيا راهي وتكلمنا عليها الناس اللي يتذكروا في الاشهر الاخيره. كينيا جوجل استثمرت في كينيا استثمار تاع قريب 250 مليون دولار. رئيس الكيني الجديد قال لهم واش ديروا لنا مخيم الرابوني في كينيا، ديروا استيراد تجربه ناجحه والواعده لمخيم الرابوني، تعلمونا كيفاش نوليو عرايا كيما البطاطيش. تعلمونا قضاء
الحاجات في الرمل، واش راح يتعلموا، واش راح يستفادوا. دونك كينيا في خطوات طبيعيه ومنطقيه سحبت الممثل تاعها عند البطاطيش في عند جمهوريه تندوف. كينيا كان عندها ممثل عند جمهوريه تندوف سحبته. النظام الجزائري واش دخلك؟ احنا نبعثوا وزير الخارجيه درك في الدقيقه هذه، في الدقيقه هذه، وما تقدروش تستناو شويه باش ما تكونش مفضوحه، باش الناس ما يقولوش باللي نتوما عندكم هوس بالقضيه هذه فقط. ما تقدروش تستناو اسبوع. لا لا لا، احنا لازم نفضحوا الجزائر، لازم نفضحوا رواحنا قدام الجناس، ماناش مفضوحين بما فيه الكفايه. لازم الجزائر، لازم نضحكوا الجناس علينا، ما نقدروش نستناو ناو. درك الدقيقه هذه، الثانيه هذه، نبهدلوا الجزائر. لازم احمد عطاف حرفيا صاحبي استنى شويه، خلي شهر يفوت، معليش انت تدعم البطاطيش وغضتك انه كينيا سحبت الممثل تاعها في جمهوريه تندوف. اصبر شويه ومن بعد ابعث وزير الخارجيه، ماشي في نفس الدقيقه وتفضح نفسك. على كل حال الصراحه كينيا والله جنوا على نفسهم. التجربه هذيك الفريده والمتفرده تاع مخيم الرابوني ما هيش راح تروح لكينيا. لا حول ولا قوه الا بالله. جماعه فتحوا لكم المجال مداخلات على السريع، ما نطولوش بزاف. مرحبا بكم. اليوم يوم الجمعه، معليش فتحوا لكم شويه المجال على المواضيع هذه، على القضيه تاع التهديد تاع الشعب الجزائري بحرب اهليه من طرف هذا المدعو ناصر الجن، اللي جابوا تبون قال له وجد روحك مع الشعب الجزائري. واحد قال لي جي غيان هادي، واش راح تقول خويا؟ كينيا والحقره. انا قبل كنت نتكلم على فرنسا، نقول النظام الجزائري كيفاش ما يردش على فرنسا كما رد على اسبانيا. خليهم الساعه يردوا على كينيا ومن بعد يرحم ربي، مع احتراماتنا لكينيا الشقيقه. ممثل كينيا في جمهوريه تندوف. مازال الطلبات مش طالعه، خليت تطلع الطلبات الساعه ومن بعد حاولوا ضربوا لنا على الشاشه. اللي قال لي تكلم عن البطاله، راني قلت لك تاع البطاله اي قصص فقط قبل الرئاسيات. انت النظام الجزائري ما نحالكش من حتى البطاله في منذ يعني دارها تقريبا الان منذ سنتين، هي راح يحدث منحة البطالة أسابيع قبل الرئاسيات. هل عن الشيطان يا صديقي؟ أو تجي فترة أصلا الجزائر راح تروح، أي ماشي منحة البطالة برك. الزوج دورو هذوك اللي يروحوا يشريو بهم هذيك التوشنا ولا ما على باليش، ولا كشي قراص مهلويسة، راهي مش غير هي راح تروح، راهي الجزائر بكل راح تروح مع النظام الجزائري. بصح إذا في الدقيقة هذه، في اللحظة هذه، في الفترة هذه، لا، هذه إشاعات تخرج ومن بعد يخرج يكذب ويقول لك حنا ورانا ندعموا في الشبيبة تاعنا كيما على الحراقة. يخي سنوات وهم يطلبوا بالباسبور. خرج مؤخرا تبون قال لهم رانا نحاولوا كيفاش نسويو الوضعية، ويزيدوا يمشيو وقيته يفوتوا الرئاسيات ويبقاو يمشيو بهم. نفس الشيء على منحة البطل. هذا هو النظام الجزائري على العموم، لا وزن لا هيبة لا مواقف لا أي شيء، مدخلين الجزائر في حياته ويمشيو يوم بيوم. حضرات عقهاوي هذه هي. ايوي ان شاء الله نكون جاوبنا على سؤالك وشكرا لك. ما نعرف اذا ما يكونش اشكال في الو
مساء الخير، تفضل. الو. عندك مساء الخير، نسمعوا فيك خويا، تفضل. الو الو. نسمعوا فيك خويا. شكرا لك. عاود دير الطلب خويا. تصريحات الاماراتيه تكلمنا عليها عندنا مده. هي ما كانش صراحه، ما كانش تصريحات تاع الامارات. وزير الخارجيه الاماراتي السابق انور قرقاش قال لك دوله هما ما حبوش حتى يسميو، جا راح يقول طابوريستان من بعد لعن الشيطان. قال لك دولة عربية تمارس الغمز واللمز، وقال لك نترفع على الرد عليهم. قال لك مساكن راه مغرقين هنا في الطوابير، واش راح تزيد لهم ترد عليهم؟ خليهم يديروا الغمز واللمز. هذا هو الرد الاماراتي في موجز. على بالك باللي الاماراتيين ترو ستوري، راني جايب لك قصه واقعيه من الواقع. انور قرقاش قبل ما يجاوب جبد قاموس وبحث على معنى كلمه طابور. في الامارات ما يعرفوش معنى كلمه طابور. من بعد كي شاف معنى كلمه طابور قال لك لا، هادو ما نردوش عليهم، نخليهم يحلوا الاشكاليه تاعهم مع الطوابير، ما نزيدوش عليهم. الامارات باش يمشيو الشعب، باش يتلاعبوا بالشعب، باش يستحمروا الشعب. انت قد الامارات تخلق ازمه دبلوماسيه مع الامارات. انت ازمه دبلوماسيه مع كينيا وما يجي قدك. كاين مشكل، ما على باليش اذا في اللايف ولا في تشوفوا في واحد يدور هنايا، زوج دو، واحد هنا وواحد هنا، كذا وكذا وكذا. عاصنا السي خونا اللي طلع قبيل نزيدو نعطيه فرصه. ما كاينش. مساء الخير، تفضل. الو الو الو. نسمعوا فيك اخي، تفضل. بسقسيك علاك جايبها في البلاد هذه الجزائر، تهضر على الجزائر خويا. بسقسيك انت ماك جزائري؟ انا باغي نسقسيك قبل. انا بسقسيك. معليش دوك نجاوب على سؤالك. خويا انت وين تربيت؟ انت ما تربيتش في الجزائر. قول لي وين تربيت انت وين تربيت اللي تحكي لي على التربيه؟ انت نكر الخير. انت عايش في الجزائر ولا ما عايش؟ استنى نغلق لك الميكروفون باسكو ماكش بشر انت. الانسان متربي يقول مساء الخير، السلام عليكم، صحيتو، قول اي كلمه، على الاقل القي التحيه على المستمع، على الناس اللي راهم يسمعوا. حتى اذا كاين 2 عباد 3 عباد راهم يسمعوا، القي التحيه، مساء الخير، السلام عليكم. الساعه هذيك تاع الشيعه معليش، كيفاش الشيعه سلام الحسين؟ انكرويابل. ويتكلم لي على التربيه، قال لي انت وين تربيت؟ انا تربيت ربتني مو بابا، تربيت في دار، في عائله مع بشر، ربوني بشر، علموني انني القي التحيه. بصح انت تربيت خاين للوطن. هذه هي. رحت تربى خويا ومن بعد عاود رجع معنا. لو كان غير خليته يبين اخلاقه. وكم سمعتوا البدايه تاع الكلمه. على كل حال تربيه بيوت الرذيله. انا اللي غلط نقول له الاخلاق والقاء التحيه والسلام ومساء الخير. تربيه بيوت الرذيله ولا تربيه البطاطيش، سي ان سينونيم، نفس الشيء، ما كانش فرق. تربيه الرابوني، تربيه مخيم الرابوني.
هنا الجزائر. كاينه عفسه جديده في اللايف، ما على باليش واش هي، من بعد نقرا كاينه حاجه جديده. مساء الخير، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كدا خويا شوقي بخير؟ غاية الحمد لله. واخويا بندعي معاك في هاد العواشر، الله يبعد عليك الجن، ما يقرب لك لا انت لا عائلتك. نهضر من المغرب وعاش الملك والصحراء. شكرا لك.